عملت بقى صينيه كنافه وخلصتها، اخرطها بقى واوريها لكم، يا رب تعجبكم. ورحمه الله وبركاته. في البدايه يا جماعه نصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعه نعمل مع بعض فيديو كنافه بلدي. الكنافه البلدي موجوده دلوقتي يا جماعه، برضو جميله هي، بسم الله ما شاء الله، ريحتها في منتهى الجمال، وبتبقى طعمها جميل قوي يا جماعه، احلى كمان من اللي هي بتبقى الآلي دي. مسكتها فرفضتها اهيت معاكم، وجهزت فول سوداني قشرته وكسرته كده، ودي عباره عن كوبايه سكر بودره، وجوزة الهند ديت عندي من رمضان، كل سنه وانتم طيبين. اللي بتفيض عندي يا جماعه على فكره بحطها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه، تفضل بلونها وبطعمها، ولا بتبقى مزنخه ولا اي حاجه خالص، لاني انا حافظاها في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجه. وديت بقى السمنه يا جماعه، هروح نازله بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكنافه طبعا البلدي بتحب سمنه كتير، نزلت كده بشويه سمنه حلوين، وهروح برضو حاطه السكر البودره زي ما قلت لكم، دي عباره عن كوبايه، وهنروح نقلبينها كويس كده مع بعض يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. لازم افرفضها كويس بالسمنه وبالسكر، لازم نقلبها كويس يا جماعه بالسمنه اهي، جميله 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 اهي، فرفضه وجميله، ولا معجنه ولا اي حاجه اهي، بسم الله ما شاء الله. كلها زي بعضها اهي، بسم الله ما شاء الله. كلها بقت زي بعضها اهي يا جماعه، تحت زي فوق، شربت السمنه كلها. فرفضتها كده كلها بالسمنه هي اهي، عشان لما احطها في الصينيه واضيف عليها بقى الفول السوداني وجوز الهند. ما عنديش بقى زبيب يا جماعه، فانا اكتفيت احطها لها اهي. وكنا بنعملها برضو ساعات ما فيهاش حاجه خالص يا جماعه، بنحط الكنافه ولا بنحط زبيب ولا جوز الهند ولا اي حاجه خالص، كانت بتبقى برضو جميله اهي. هجيب بقى الصينيه كده، واروح نازله عليها بشويه سمنه، وبعدين بقى في الفرشه كده، صينيه يا جماعه بحجم متوسط اهو. هننزل بقى بنص الكميه كده اهو مع بعض، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. لازما يا جماعه نخليها متساويه جامد. هنزل بقى بشويه فول سوداني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الفول ومحبتش اكتر عشان برضو طعم الكنافه، وهننزل بقى بشويه جوز الهند كده، وننزل بالكميه التانيه يا جماعه. كده انا حطيت بقيه الكميه يا جماعه كلها. اهم حاجه بقى الضغط كده في الصينيه يا جماعه. انا يستحسن انا هجيب صينيه هضغط بيها،
انا بقى يا جماعه قلت اما اضغط ايه كده جامد، عشان مهما اضغط بايدي مش هتبقى متساويه زي ايه ما اضغط عليها بحاجه. بسم الله ما شاء الله، هي زي ما انتم شايفينها كده بقت 100 100. هروح بقى نازله عليها ببقيه السمنه. انزل بقى كده عليها يا جماعه بحبه سمنه برضه. بسم الله ما شاء الله. نزلت انا عليها بالسمنه. شوفوا بعد ما ضغطتها جامد كده يا جماعه بالطبق، طبق او صينيه نفس المقاس كده. طوت ما تضغطوا عليها جامد تطلع متساويه وتبقى جميله كده. عشان بس الوش بتاعها يحمر يبقى جميل كده. استنوا نحطها بقى في الفرن يا جماعه واوريها لكم. طلعت بقى اهيت يا جماعه، ده اللون كده ايه 100 100. هسيها بقى بالشربات على طول. انا مجهزه الشربات من بدري، لازم الشربات يبقى ساقع وهي تطلع من الفرن على طول اروح ساقيها ايه زي ما انتم شايفين كده. ربنا يصل ان شاء الله. حاضر لان احنا هنبدا ولا اي حاجه. كنافه البلدي دي بتبقى جميله جميله جميله. طبعا احنا عايزينها طريه، هي عامه بتبقى طريه فيها ايه حته قرمشه كده شويه البلدي، لانها هي بتبقى العيدان بتاعتها ايه تخينه فبتبقى جميله. فاحنا بنغطيها شويه عشان ما تبقاش ناشفه جامد. نحط عليها كده ونسيبها شويه وما بخرطها بقى اوريها لكم. تعالوا بقى يا جماعه كده ايه نخرطها. جميلة منتهى الجمال. معلش نقدم يا ايمان. يا ماما عمالة تاكلي يعني، شوقينا طيب دوقينا. بس بصراحة جميلة، ما كنتهاش من رمضان. عمالة تاكل وانا واقفة جنبها اتفرج. طعمها فعلا خطير والله، دي بتبقى خطيرة خطيرة، الواحد ما يقدرش يمسك نفسه قصادها. كنافة منتهى الجمال والحلاوة. الله تسلم ايدك. يا رب بقى الفيديو يعجبكم يا جماعة. نقول صلي على حبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تنسونيش بقى كده في اللايك والتعليقات عشان بديكم حتة كنافة. ماشي يا حبايبي؟ يلا مع السلامة وفي رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.